يلا نعمل مع بعض طبق بطاطس جانبي بس روعة يا جماعة. جبت هنا بطاطس وسلقتها بالشكل ده وقشرتها. هعمل ايه دلوقتي؟ هقطعها كده مكعبات بحجم متوسط زي ما انتوا شايفين، طبعا علشان اوفر عليكم الفيديو ما يكونش طويل. اهو اي كمية عندك انت عايزاها. التوابل بقى بتاعتي هنا ملح، فلفل اسود، بابريكا، فص توم كده مفروم مع شوية بهارات مشكلة، وهحط عليهم شوية من النعناع الجاف، افرمهم كده بايدي. التتبيلة دي جميلة اوي يا جماعة. بعد كده هحط عليهم معلقة واحدة من الزيت، وهقلب ده كله كده مع بعضه لغاية ما البهارات تتدخل كده مع الزيت ويبقى مزيج متجانس كده مع بعض. بعد كده هحط الخلطة دي كلها مع البطاطس واقلبها بالشكل ده. هكون في الوقت ده مجهزة عندي صينية وحاطة فيها طبعا قطعة من الفويل بس علشان تنظيف الصينية يبقى سهل علينا، وهحطها بس يدوب تحت الشواية. بتبقى روعة يا جماعة وجميلة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. هحط معاها اي نوع من الصوصات اللي انتوا بتحبوه، كاتشب اي حاجة. اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم في وصفة تانية باذن الله. مع الف سلامة.